لو نطقك في الألماني مش مظبوط يبقى الكلمة كلها غلط، بس ما تقلقش يا صديقي، هنظبط كل ده. مستعد؟ يلا بينا. بعد ما خلصنا الحروف وعرفنا ازاي ننطقها صح، معانا النهارده حاجة مهمة جدا وهي مقاطع الحروف في اللغة الألمانية. بس يعني ايه مقاطع الحروف في اللغة الألمانية؟ مقاطع الحروف في اللغة الألمانية يا صديقي هم حرفين بيجوا مع بعض بيغيروا النطق تماما. على سبيل المثال معانا أول مقطع اللي هو او وبيتنطق أو zum Beispiel أوتو يعني سيارة. أوضة هاوس. شايف النطق بيجي ازاي؟ هاوس، حرف الأو معروف نطق أو، احفظها زي ما هي كده. المقطع اللي معانا بعد كده مقطع الاي اي، المقطع ده لازم تركز فيه جدا عشان في مقطع مشابه ليه عشان ما تلخبطش بينهم. مقطع الاي اي عندنا في اللغة الألمانية بنطق اي zum Beispiel ماين يعني حاجتي. أوضة زاين يعني يكون. شايف النطق عامل ازاي؟ المقطع المشابه ليه بعد كده مقطع الاي اي بس بتنطق اي عادي. zum Beispiel زيبن يعني 7. ركز في النطق واحفظ المقاطع زي ما هي عشان لو جت كلمة معاك تعرف تنطقها. المقطع اللي معانا بعد كده، المقطع ده هتلاقيه بيقابلك في كلمات كتيرة جدا، بس المقطع ده لازم تركز فيه عشان ليه قاعدة مهمة لازم تحفظها. المقطع ده هو صديقي سي اتش عندنا لو جت بعد 3 حروف معينين بتنطق خ. 3 حروف دول هما او واحفظهم عشان لو السي اتش جت بعدهم بيتنطق خ. zum Beispiel بوخ يعني كتاب. أوضة نخ يعني بعد. أوضة نخ يعني أيضا. ركز هنا السي اتش جاية بعد كل حرف من دول. بعد كده معانا سي اتش بس لو جت بعد أي 3 حروف غير ال3 اللي احنا قلنا عليهم دول. zum Beispiel إيش يعني أنا. أوضة دش يعني أنت. خليك فاكر السي اتش كويس. سي اتش لو جت بعد ال3 حروف اللي قلنا عليهم بنطق خ. بعد كده معانا مقطع برضه هتلاقيه بيقابلك كتير جدا في الكلمات، مقطع الاس سي اتش وده بيتنطق ش. zum Beispiel شولة يعني مدرسة. أوضة schreiben يعني يكتب. ركز في المقطع ده عشان هيقابلك كتير جدا. بعد كده معانا مقطعين مهمين جدا لازم تركز فيهم عشان ما تلخبطش فيهم، هما الاس تي والاس بي. الاس تي عندنا بتنطق شت zum Beispiel شتغافة يعني شارع. أوضة شتاتسيون يعني محطة. الاس بي بتنطق شبي zum Beispiel sprechen يعني تحدث. أوضة سبوت يعني رياضة. بعد كده عندنا مقطع هتلاقي نادر جدا لما اقول لك في الكلمات، المقطع ده هو السي اتش اس وده بيتنطق اكس zum Beispiel 6 يعني رقم 6. والمقطع ده زي ما قلت لك نادر جدا لما تلاقيه لك في الكلمات. ومعانا اخر مقطع في المقاطع اللي هو TION وده بيتنطق تيون zum Beispiel انفورماتيون يعني المعلومات. أوضة ليكتسيون يعني الدرس أو الحصة. دايما هتلاقي بيجي في آخر الكلمة. أوضة جينيغاليتسيون يعني جيل. بعد ما خلصنا المقاطع هناخد كام مثال كده. هديك الكلمة هتاخد 3 ثواني تحاول تقرأها وأنا هقرأها بعدها. أول كلمة معانا هاوس يعني منزل. معانا هنا مقطع او اللي هو الأو. الكلمة اللي معانا بعد كده بوخ يعني كتاب. معانا هنا مقطع السي اتش بس قبل حرف الأو بيتنطق خ. الكلمة اللي معانا بعد كده شولة يعني مدرسة. معانا هنا مقطع الاس سي اتش نطق ش. الكلمة اللي معانا بعد كده شبوت يعني رياضة. معانا هنا مقطع الاس بي بتنطق شبه.
ولو وصلت لحد هنا متنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس وتوصل الفيديو لغيرك عشان غيرك ما عندوش حد تعلم منه الماني بطريقه سهله ومبسطه كده. متاح تدريس ان شاء الله خاص ومجموعات في اقرب بدايه ممكنه باذن الله. او في ده زين